تصريح خطير من جمال الشريف يكشف فيه المستور حول ما حدث في مباراة الزمالك وبيراميدز، يثور غضبا في حكم الفار بعد فوز الزمالك على بيراميدز، ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شهدت مباراة بيراميدز والزمالك جدلا تحكيميا كبيرا من جانب الحكم، وقد حدثت بعض الاحتجاجات في هذه المباراة من جانب لاعبي الزمالك حول ركلة جزاء بيراميدز، وأيضا من جانب لاعبي بيراميدز حول إلغاء هدفهم القاتل في الدقيقة 97 واللي كان هيخلص المباراة. فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات قوية جدا لقناة الدوري والكأس القطرية، وقال: دائما مباريات بيراميدز والزمالك تشهد جدل تحكيمي سواء في أي مباراة، سواء كانت في الدوري أو أي بطولة أخرى. فهذه المباراة شهدت جدل تحكيمي في أواخر الشوط الثاني بسبب إلغاء هدف تقدم بيراميدز، فهذا الهدف كان صحيح 100% ولا داعي للتسلل فيه إطلاقا. وقال إن كان في أخطاء فادحة وغريبة من قبل الحكم في مباراة الزمالك وبيراميدز، وقال قبل ما نعلق على الأخطاء الكارثية والمتكررة في المباراة، حابب أسأل سؤال وتردوا عليا: ليه تم التكتم وعدم الإفصاح عن اسم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز؟ وقالوا إنهم مش هيعلنوا إطلاقا عن اسم حكم المباراة إلا بعد وصوله الإمارات بدون أدنى شك، لأن نادي الزمالك دائما يعترض على التحكيم المصري، وده كان رأي حتى جمال الشريف. وقال إن الحكم المصري دائما خبراته محدودة وليه أخطاء عديدة في أي مباراة وأخطاء متكررة سواء مع نادي الزمالك أو غيره. وقال إن نادي الزمالك ليه ركلة جزاء واضحة في المباراة، على الرغم عشان أكون حيادي إن برضو هدف التسلل ما كانش تسلل إطلاقا على نادي بيراميدز، فهناك بعض التفويتات من قبل الحكم الخاص في المباراة. هذه المباراة كانت نتيجتها نتيجة القرارات التحكيمية التي ذكرتها، وأعتقد أن المباراة كان الأسلم لها فعلا إنها تنتهي بهذا التعادل الواضح جدا. الآن فاز نادي الزمالك على بيراميدز بعد مباراة قوية جدا جدا كان فيها بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها من التحكيم المصري، فهناك بعض الأخطاء الواضحة لصالح نادي بيراميدز، وأعتقد كانت الأخطاء لصالح بيراميدز أكبر بكتير من نادي الزمالك. وفي النهاية فاز الزمالك بركلات الترجيح. تصريح خطير من جمال الشريف يكشف